السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كلكم وحشتوني والله. ليكوا كتير قوي، حاسه ليا كتير قوي ما سجلتش فيديوهات، بس قلت لازم اسجل بقى العزومه الجامده دي عزومه كانت عند اخويا، والحمد لله يعني، والعبد لله يعني قامت بالواجب يعني الحمد لله. هو اخويا ما قصرش، جاب لي كل حاجه وانا اشتغلت زي ما انتم شايفين كده. الحواوشي بقى جامد ده، وكنت عامله سندوتشات سوري، وحطينا بقى زي ما انتم شايفين كده بيبسي وشيبسي ومخللات وكل حاجه يعني. كانت الدنيا متظبطه بالنسبه لنا. انا يا جماعه، انا طبعا بالنسبه لي انا عشان ما يعرفنيش يعني، انا ساكنه في القاهره، وبابا ماما واهلي في الصعيد، واهل جوزي برضو في الصعيد. فانا بسافر اجازتين في السنه. اجازه نص السنه دي بسافر هناك كده، بقضي 10 ايام كده، اسبوع كده وارجع. والاجازه الكبيره برضو بروح هناك. فلو بروح اخواتي بيعزموني. كان قبلها بيوم كانت اختي عامله عزومه برضو، وكانت عازمانه، وكنا عاملين محاشي بقى ولحمه واكل وكده. جه اليوم ده اخويا قال لي لا، هنعمل اللي احنا عايزين، نعمل اكله كده حلوه، ونعمل حاجه تغيير شويه. قلت له خلاص تمام ماشي. اطبخي يا جاريه كلف يا سيدي زي ما بيقولوا. قال لي تمام. قال لي طب هاتي الطلبات اللي انت عايزاها. جبت اللحمه بتاعتي، جبت حوالي كيلو ونص لحمه، وقطعت بصل. طبعا ما كانش البصل ده بس اللي قدامكم، انا بس حبيت اوريكم يعني جزء الخطوات البسيطه يعني اللي هنا ماشيه بيها يعني. جبت كيلو ونص لحمه، قطعت عليهم كيلو ونص بصل. المفروض يبقى اكتر طبعا البصل، ما قطعش كيلو ونص بصل بس بصراحه حسيت ان كده كفايه قوي، عشان الكم كان كبير، فحسيت كده كويس قوي. أنا كنت المفروض اعمل في حدود 30 رغيف حواوشي، فكان لازم بقى اعمل الكم ده. وطبعا كان جنبيهم سندوتشات سوري كده كنا عاملينها كده، ما كانش كتير قوي السوري قد ما كان الحواوشي هو الاكتر، لان كان كلنا بقى يعني بابا وماما واخواتي واختي وجوز اختي، كله تجمع عائلي ضخم يعني. عائلي يعني. فبس هم اهم حاجه ان هم كلوا في الاخر واتبسطوا. ودي كانت حاجه تبسطني قوي، ان الاكل عجبهم، ان انا الحمد لله خدمت الحاجه وطلعت الحاجه من ايدي حلوه جدا. ودي اكتر حاجه بفرح بيها لما حد ياكل يعني وكده. قطعت طبعا كميه البصل بتاعتي، بصل فرمته مع فلفل. تمام. وبعد كده حطيته زي ما انتم شايفين على اللحمه، وبدات اقلب. وبعد كده اكون مجهزه التوابل بتاعتي، وابدا احط التوابل برضو كلها. هنا كنت بقلب فيها كده عشان يعني اسمغ اللحمه كويس مع البصل. تمام. هنا بقى التوابل. وطبعا خلطة الحواوشي دي لازم أساسي يعني، عشان تدي الريحة وفي نفس الوقت طعمها حلو. فكانت جميلة جدا. التوابل بتاعتي عبارة عن ملح، فلفل أسود، بهارات لحمة. وكان تقريبا كنت حاطة بتاع ده توم باودر، حاجة بسيطة مش كتير يعني. وطبعا خلطة الحواوشي. تمام. دي أساسي. خلطة الحواوشي من ماجي دي بصراحة حلوة جدا، أنا مجرباها قبل كده عندي في بيتي برضو حلوة جدا. فأنا ما بستغناش عنها بالذات في الحواوشي. هنا برضو بدأت بقى خلاص، حطيت التوابل كلها، وبدأت بقى أقلب. قلبتها كويس عشان أسمغها كده في بعض، وأسيبها بقى متظبطة. تمام. هنا بقى كنت مخلصة كده، خلاص قلبت كده وخلصت وظبطت الدنيا. انا كنت في البيت عند اخويا، وده يعني ده المطبخ بتاع مرات اخويا وكده، وهي كانت واقفه جنبي تساعدني والكلام ده. فانا عماله اعمل في حاجه وانا ماسكه الكاميرا، فغصب عني لو في التصوير في حاجه، بس انا كنت ماسكه الكاميرا او اديها لمرات اخويا وهي برضه بتصورني كده يعني. هنا برضه جبت العيش. كان هنا بقى العيش كله ما جالي جزء يعني، دول 10 رغيفة، والمفروض بقى في 20 رغيف تاني هيجولي يعني. بس كان لسه، كان يوم جمعة، واخويا كان لسه بيصلي الظهر، وقال لي بعد الظهر هجيب لك باقي العيش. قلت له خلاص تمام ماشي. هنا برضو نقيت العيش، يعني العيش اللي هيتفتح اللي هعمل فيه، فتحته كده وظبطته. والعيش اللي لقيته مش هينفع يتفتح فركنته على جنب. تمام. هنا فتحت العيش، كنت مخلصه خالص. وبدات بقى في اللحظه دي ادي مرات اخويا الكاميرا، ادي مرات اخويا التليفون يعني، واقول لها امسكي انت بقى وصوريني بقى وانا بحط في العيش. قالت لي خلاص تمام ماشي. هنا بقى انا بقى كده وشغاله بقى احط في العيش كويس. ومليت العيش بقى حلو بقى يعني
كده خليت ايدي سخيه كده عشان ما يقولوش يلا ان شاء الله حد حوش بقى، عشان ما يقولوش ايه انت بخلتي علينا وحطلنا لحمه قليله. قلت لا، هظبطهم يعني، هشهيصهم، ما هي بقى عزومه بقى، يلا. وبدات اعمل بقى زي ما انتم شايفين كده، تحط الرغيف ومليته حلو قوي، وابدا احطه كده. ده التاني برضو نفس القصه كده. هي ايدك تبقى ميزان الحاجه وانت بتحطي فيها كده، تبقى ايدك ميزان يعني للحاجه، للرغيف انت حاساه مليان تحت ايدك، لا حاساه محتاج لحمه اكتر. يعني ايدك وانت بتحطي كده في العيش، يعني ايدك هتبقى الميزان بتاعك، ان انت تعرفي الرغيف اذا كانت يعني مليان حلو ولا لا. هنا بقى خلصت العيش كله بقى، كان جت الكميه التانيه بقى ورحت عملت العيش كله زي ما انتم شايفين. ده كده العيش. وهنا بقى حطيت بقى في الطاسه بقى على طول عشان نلحق نعمل الكم، كانت اختي بقى شغاله فيهم، وحطينا كذا حاجه عشان نبقى يعني اسرع ان احنا نجهز بقى الحاجه بسرعه. هنا برضو عملت كده بصلصه يعني طماطم، خللتها بالثوم والفلفل. وهنا مخللات بقى، ما لازم تظبطي بقى التظابيط، مخللات. خيار برضو قطعته طرنشات، بحيث تبقى السفرة يعني كما يجب، يعني تبقى كده حاجة محترمة، حاجة يعرفوا ياكلوا منها ده وده وده، وتبقى حاجة حلوة. عجبتهم قوي الأكل، وعجبهم قوي الطماطم المخللة دي. أنا دايما بعملها في البيت، اللي هي بتوم وقرن فلفل كده، بس ما كانش فيه خضرة، كان نفسي أحط عليها بقدونس بس ما كانش فيه خضرة. ومايونيز، وديكوا زي ما انتم شايفين كاتشب. وكنا جايبين بطاطس شيبسي برضو من بره، حطينا يعني ما كانش في وقت بقى ان انا اقلي بطاطس بصراحه. يا دوبك الوقت يعني، يا دوبك يعني قعدنا يعني نعمل الكم بتاع العيش كم كبير. فقعدنا فاتحه الخمس عيون وشغاله عليهم، انا الخمس عيون والله كنت شغاله عليهم. يعني اختي كمان شغاله اكتر عشان هي بصراحه هي اللي عملته، يعني يسلم ايديهم. مرات اخويا بقى قطعت بقى، هي اللي قطعت الخيار كده بقى. يعني كل حد فينا عمل حاجه، اللي حمر واللي قلق واللي ظبط كده، بس انا الاساس السندوتشات لما لفيتها وعملتها والخلطه والكلام ده كله لا انا كنت عاملاه، ولكن اديته لهم بعد كده قعدوا هم يحمروا بقى على البوتاجاز بقى وكده. انا عماله اصور في السلطات كتير، مش عارفه شكلها كان عاجبني ولا ايه، مش فاهمه يعني. بس يلا بجملت، بس ما تملوش مني. هو التجمع العائلي اصلا لوحده من غير اكل بجد يا جماعه، التجمع العائلي حلو جدا جدا والله، حتى من غير اكل فعلا. الشكل نفسه كده يعني، ان احنا نبقى قاعدين مع بعضينا كده، ده حاجة في حد ذاتها حلوة جدا. هنا بقى كنت حطيت بقى السفرة بتاعتي بقى خلاص ظبطتها، وبدأت احط الشيبسي، وكده كمل عيش الحواوشي وبيبسي والمشروبات بقى كلها طبعا وكل حاجة زي ما انتم شايفين كده. ايه رأيكم بقى؟ يعني الحمد لله الحمد لله، انا كان يعني رايهم الشخصي في الاكل ده كان اهم حاجه عندي. وبصراحه هم فرحوا جدا وبقوا مبسوطين قوي، وانا كنت مبسوطه ان هم فرحانين ومبسوطين لكده. لو عجبكم الشكل ما تنسونيش في اللايك والشير. شكرا لكم.